يا مساء الخير اخواتي او صباح الخير. الوقت طلب مني واحد سموزي فراوله. تعالوا كده بنعمله مع بعض ونشوف بيتعمل ازاي. اول حاجه المناسبه اللي بتاعنا وهنقوم نازلين نازلين بمعيار كوبايه الكفر من التلج تكون مليانه كده، ونقوم حاطينها في الخلاط، ونقوم نازلين ب3 معالق سكر او 4 معالق او 5 معالق حسب ما احنا عايزين، حسب الرغبه يعني. بعد كده هنقوم جايبين الفراوله، لو في فراوله عصير ماشي، في فراوله قطع ماشي. المهم اللي احنا هنحط في معيار نص كوبايه فراوله او 6 7 حبايات فراوله كده فريش اللي موجود عندنا في البيت نقدر نستخدمه، ونبقى نزود حبه ميه. بعد كده هنقوم سايبينه في الخلاط يتضرب لمده 15 ثانيه او 20 ثانيه لغايه لما التلج يتهرى معانا قوي ويبقى كده ما نحسش ان في تلج خالص. بعد كده هنقوم جايبين شويه صوص اللي هو الشربات اللي انتوا عارفينه ده، ونقوم نازلين كده في معيار معلقتين من صوص الشربات على السموزي وهو بيتضرب. بعد كده نقوم جايبين كوبايه ونحط فيها شويه عصير فراوله فريش صغيرين قوي، ونقوم نازلين بالسموزي بتاعنا. وزي ما انتوا شايفين القوام عامل ازاي، هي دي الطريقه اللي نقدر نعملها في البيت السموزي فراوله. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت تشتركوا بسرعه، وتعليقاتكم الجميله اللي بتزيدني محبه وشرف واهتمام. مع السلامه وبس خلاص.